الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. نستمر في وقفاتنا القصيرة بتدبر آيات القرآن الكريم والتفكر في معانيها الدقيقة، حيث جاءت كل لفظة في مكانها المناسب لها، ولا يمكن أن يستبدل بها غيرها. ولنضرب على ذلك مثلا لفظ ندية الذي ورد في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هنا تتحدث الآية عن تعالي الكفار على المؤمنين واعتزازهم بثرائهم ومظاهرهم المادية ونواديهم الفخمة، وكان مما اعتزوا به أنهم أحسن نديا. فما هو الندي؟ الندي هو المجلس والمجتمع، والمجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة، ولذلك سميت دار الندوة، لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم. ولنتأمل في دقة اختيار القرآن لهذه اللفظة دون غيرها من الألفاظ المرادفة لها كمجلس أو محفل أو مجتمع، فليس لأي من هذه الألفاظ معنى قوة الأواصر وعلاقات القربى كما لندية التي تدل على مزيد من الوحدة والتكاثف، لأن الندي هو المجلس للأهل، والندي كذلك هو المجلس ما داموا مجتمعين فيه، فإذا تفرقوا عنه فليس بندي. وانظر كيف يوحي ذلك بحالة الانعقاد الدائم والتأهب المستمر لهؤلاء المشركين، كما ليس لتلك الألفاظ ما لندية التي تحرر معناها من الجمود والتجريد ليعبر بتلك الصورة التخيلية التي يلتم فيها الرجال ويهرعون لنصرة قومهم حين سماعهم النداء. ففي الكلمة طاقات تعبيرية كبيرة، إذ تلمس فيها معنى المجلس الذي يضم الأهل، ومعنى الانعقاد الدائم لأفراده، والمعنى الصوت المتمثل بالنداء، والصورة المتحركة لقوم يكثرون عند سماعهم النداء. تأمل كيف أدى لفظ واحد كل هذه المعاني، وعبر تعبيرا زاخرا عن تباهي الكفار وتفاخرهم بمجامعهم المترفة ومظاهرهم المادية حين تفاخروا أمام المؤمنين الفقراء بقولهم: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. والحمد لله رب العالمين.